سهرتنا مليانة أسرار وحكايات وتفاصيل أجرأ من كل اللي فات. بيبتدي فيلمنا ببول وصاحبه مارك، اتنين دكاترة جراحين لسه متكرمين بجايزة كبيرة علشان بحث طبي عملوه سوا. وبعد ما بول رمى كلمتين على المسرح قعدوا هما والمدامات يحتفلوا على العشاء. ماركو وهو غرقان في العسل مع صاحبته فانيسا قال لهم انهم بيجهزوا الحفلة كبيرة في شهر 7 بمناسبة مرور 10 سنين على علاقتهم. جوليا مرات بول كانت بتبص لهم ومنبهرة قوي بالحب والولعة اللي بينهم، خصوصا لما قارنت حالهم بحالها هي وبول اللي متجوزين بقالهم 16 سنة والحياة بينهم بقت روتين قاتل. فانيسا خدت جوليا ودخلوا الحمام علشان يظبطوا نفسهم، وهناك فانيسا رمت لها القنبلة وحكت لها على سر شقاوتهم. وفي الناحية التانية مارك كان قاعد مع بول وشكله ما كانش مبسوط تماما رغم التكريم، وأتاري المعلم كان شايل من بول علشان ما ادهوش فرصة يتكلم على المسرح وخد اللقطة كلها لنفسه. وبعد الحفلة مارك لمح لفانيسا انه عارف انها فتنت وقالت السر لجولي، لكن تعبيرات وش جوليا كانت فتحها على طول. وخلال ما بيجهزوا علشان يناموا مارك فاجئ فانيسا وطلب ايدها للجواز، بس هي قعدت تضحك وافتكرته سكران ومش دريان باللي بيقوله. جوليا بقى ما كانتش قادرة تشير السر لوحدها، راحت مصحية بول من أحلى نومة وحكت له على اللي دار بينها وبين فانيسا في الحمام. لكن بول ما خدش الكلام جد خالص وافتكر انها بتهلفط علشان شاربة زيادة، وقال لها انها لو حكت لمارك الكلام ده الصبح هيقعد يضحك عليه، وطلب منها تنام وتنسى الموضوع. تاني يوم الصبح على الفطار جوليا كانت قاعدة مع بنتها إيما وبول، بس دماغها كانت لسه مشغولة بفانيسا وكانت متغاظة جدا من بول لأنه مش مهتم بكلامها. بول فضل متمسك برأيه إن حوار تبادل الأزواج ده فكرة زبالة، وشايف إن جوليا بتغير من فانيسا ومارك مش أكتر، وإن مش لازم يقلدوهم في جنانهم ده. هو شايف إن جوازهم زي الفل ومفيش فيه أي غلطة، لكن جوليا كانت شايفة إنهم محتاجين شوية أكشن وعفوية لأن حياتهم بقت نسخة مكررة كل يوم. بعدها كل واحد فيهم رجع لساقية الشغل. جوليا راحت المحطة علشان تقدم نشرة الأرصاد، وبول دخل أوضة العمليات يمارس مهنته كجراح. ورغم إن بول كان عامل نفسه مش مهتم لكن الفضول أكله، وفي وسط العملية سأل مارك عن الحوار اللي دار بين جوليا وفانيسا. مارك أكد له إن فعلا الحكاية دي حصلت، هو قال له بمنتهى الثقة إنهم كتاب مفتوح لبعض ومفيش بينهم أسرار تماما. بعدها بول خد بنته إيما يوصلها لبيت صاحبتها وحاول يعمل فيها الأب الواعي ويديها نصايح عن صنف الرجالة وإزاي تتعامل معاهم، خصوصا إن جوليا كانت قايلاله إن البنت شكلها وقعت في الحب، لكن إيما ما كانتش طايقة تسمع منه كلمة ونفضت له كل نصايحه وركنتها على الرف. في الناحية التانية فانيسا وجوليا كانوا نازلين شوبينج سوا، والمرة دي فانيسا دخلت في الموضوع دغري وقالت لجوليا إنها لازم هي وبول يجربوا حوار التبادل ده، وشايفة إن الموضوع ده هيقوي الحب بينهم ويجدد طاقتهم. الكلام ده خلى جوليا اللي طبعها متحفظ تقعد تفكر في الموضوع بجد. ولما رجعت من الشوبينج بول حاول يرمي شباكه عليها ويقضي معاها سهرة حميمية كلها دلع وإغراء. كان عايز يرجع الشقاوة بينهم ويحس بأنوثتها اللي وحشاه، لكن بول نفسه كان غرقان في تليفوناته وشغله لما بيخلص، لدرجة إن اللحظة باظت وما كملتش. تاني يوم الصبح جوليا ركبت دماغها وصممت إنهم لازم يجربوا اللي فانيسا ومارك بيعملوه. الفضول كان هيموتها وعايزة تعرف الدنيا بتمشي ازاي هناك. طلبت من بول انه يروح يجس نبض مارك ويفهم منه الحكاية، لكن بول اتعصب وقال لها انها بتبالغ وطلب منها تبطل ضغط عليه لان جوازهم زي الفل ومش محتاج لأي تصليح. لما رجع بقى بول شغله راح لمارك وسأله على المكشوف عن حوار التبادل ده وقال له بيمشي ازاي. مارك بصله باستغراب وقال له ان شخصيته ما تلقش خالص على النوع ده من الأنشطة، وأكد له
إن دي مش طريقة علشان يحلوا بيها مشاكلهم الزوجية. والله راجل محترم يا جدعان. لكن بول كان خلاص جاب آخره من زن جوليا وضغطها عليه. فمارك قرر يشرح له الليلة بتمشي ازاي. الحكاية بقت واضحة دلوقتي. بول هينام مع فانيسا ومارك هينام مع جوليا، وكل ده في أوضة واحدة. مارك اقترح عليه إنهم يعملوا بروفا أو مشهد مسرحي وهم لابسين هدومهم كاملة علشان يكسروا حتة الرهبة. وبول لقى نفسه في موقف محرج جدا، ولما مارك سأله كان بيحس بأي إغراء أو انجذاب ناحية فانيسا، فبيكذب وبينفي وبيقوله ما عنديش أي مشاعر ناحيتها. وفي الأخير مارك عزمه على حفلة عيد ميلاد صاحبهم دانيل أهو يغير جو ويفك شوية. بول كان متردد في الأول علشان كان مرتب عشا مع جوليا في نفس الليلة، وما كانش ضامن إنه هينبسط في الجو ده. وجه الليل، وقبل ما ينزلوا من البيت بول وجوليا اتفقوا على كلمة سر بينهم أول ما حد يقولها يمشوا من المكان على طول. بول كان حاسس بتقل ومحرج ومش واثق في نفسه، لكن جوليا كانت طايرة من الفرحة ومتحمسة جدا للتجربة الجديدة اللي مستنياه. أول ما وصلوا دانيال استقبلهم على الباب، والناس كانت متجمعة حوالين البسين. فدانيال خدهم يفرجهم على المكان وعرفهم على شوية أصحاب. ومن غير مقدمات دانيال سحب جوليا علشان يتكلم معاه، وبول وقف يدردش مع الضيوف، وكان منهم واحدة اسمها ندم. وفي اللحظة دي بول كان في قمة الإحراج، ورغم إن ندم كانت عمالة بتسبله وتغازله، لكن هو عينيه كانت على جوليا اللي كانت غرقانة في الكلام مع دانيال، وما كانتش حاسة خالص بنار الغيرة اللي كانت بتاكل في جوزها. وبعد شوية ظهرت فانيسا وخدت جوليا على جنب علشان تسألها عن رأيها في الحفلة. وجوليا ردت بمنتهى الانبساط وقالت إنها مستمتعة جدا باللي بيحصل. وفي الوقت ده بول كان بيحاول يهرب من ندم اللي كانت مش سايباه في حاله، فاستأذن وطلع الحمام فوق علشان يخلع منها. وفجأة لقى ندم وراه وفتحت عليه باب الحمام بكل جراءة، بس بول صدها ورفضها تماما وقال لها انه راجل متجوز. وبيسحب جوليا وبيقرروا يمشوا في هدوء من غير حتى ما يستخدموا كلمة السر اللي اتفقوا عليها مع بعض. وخلال طريقهم بول كان شايط من جوليا لأنها نفضت لكل تحذيراته في الحفلة، لكن جوليا كانت شايفة إن بول راجل معقد ومقفول ومش عايز يتبسط زيها. حرفيا بول كان هينفجر من غيظه بسبب لزقة دانيال لمراته، بس جوليا كانت واخدة الموضوع هزار وشايفة إن دمه خفيف. بعدها جوليا سألته عن ندم، فبول قال لها إنها كانت ست مزعجة وبترخم عليه. المشكلة إنه ما كانش قادر يشيل أحداث الحفلة من دماغه، وكان نفسه ينام ويصحى يلاقي كل ده كابوس وخلص. لكن جوليا ما كانتش ناوية تجيبها البر، وكانت برضه مصممة إنهم يحققوا خيالاتهم في أوضة النوم. وعلى المكشوف صرحته برغبتها وطلبت منه يصرحها بأحلامه هو كمان، لكن بول ما كانش موافق خالص. الحقيقة إنه ما كانش طايق التغيير المفاجئ اللي حصل في شخصية جوليا اللي بقت كلها إثارة وجراءة. وجوليا رجعت تفتح قلبها لبول من تاني، وأكدت له إنها مش عايزة حاجة غير إنها تشاركه كل أحلامها ورغباتها، بالرغم إنها مش فاهمة ليه عندها الاحتياج ده دلوقتي. لكنها حاسة إن علاقتهم محتاجة صفحة جديدة، محتاجة تغيير جذري علشان ما تفشلش. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. وياريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. سلام يا أبطال.